يعني صعوبة الفريق الوداد الوصول إلى المربع العمليات من خلال 3 دقائق، وبالتالي كما قلت يصعب على فريق الوداد أنه يسجل، باستثناء إذا كان يعني مجهود فردي عن طريق اللاعب ياجور أو طريق أجدو أو ياسين الكحل، وبالتالي يبقى دائما الوداد البيضاوي مشكل كبير على مستوى التنظيم الهجومي وحتى على مستوى التنظيم الدفاعي. كما نشاهدوا في هذه الكرة هذه رقابة غير موجودة، الفريق استقبل أهداف بعض الأحيان عن طريق أخطاء فردية على مستوى التغطية، على مستوى الرقابة المدافعين، وبالتالي هناك مشكل كبير داخل الوداد من خلال المردود اللي شاهدناه في الشوط الأول من خلال المباريات السبع الأخيرة. وهذا يدل على أن يجب مراجعة الأوراق بالنسبة لدوكاستيل أو بالنسبة لنادي الوداد من خلال الشوط الأول. يعني هناك تفوق بصفة عامة لفريق الرجاء. استمتعنا بالتيفو الذي ميز هذه المواجهة. طبعا نتحدث عن أجواء قبل بداية هذه المباراة في انتظار الأهداف، تابعنا ربما عناوين كثيرة عندما نتحدث عن أسماء لعبت للجانبين. محسن ياجور اليوم بألوان حمراء، كان سابقا يلعب للأخضر. نتحدث عن أيت العريف، كان يلعب للأحمر، اليوم بألوان خضراء. ونفس الشيء ينطبق على أسماء كثيرة من جملتها سعيد فتاح الذي يلعب اليوم بألوان حمراء، علما أنه كان يلعب للفريق الأخضر. وقفت عند اللاعب أيت العريف، ربما ننتظر متى يعود هذا اللاعب لإمكانياته البدنية، ونستحضر ربما ذكرى عام 2001 عندما لعب هذا المهاجم وكان وراء فوز الوداد، لكن الفريق خسر باعتراض لأن هذا اللاعب كان غير مؤهل. تتغير المعطيات اليوم. أيت العريف رفقة الوداد، هل نجح هذا اللاعب في تقديم ربما إضافة نوعية؟ هل نجح في